رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: قال: والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، أي يعني الدليل على المسألة الثالثة. قال الشارح رحمه الله: قال: خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الإيمان الواجب يوادون أي يوالون ويحبون من حاد الله ورسوله وهم الكافرون، وإن كانوا أقرب قريب، فلا يجتمع الإيمان ومحبة أعداء الله، بل لا تجد المؤمنين إلا محادين من حاد الله ورسوله معادين من عاد الله ورسوله، فإن الموادة المحابة مفاعلة من المحبة، ولا ريب أن الإيمان الواجب يوجب محادة من حاد الله ورسوله، كما أنه يستلزم محبة من يحب الله ورسوله وموالاتهم، فمن والى الكافرين فقد ترك واجبا من واجبات الإيمان واستحق أن ينفى عنه الإيمان كما في النصوص، وكذا من ترك موالاة المؤمنين فقد ترك واجبا من واجبات الإيمان واستحق أن ينفى عنه الإيمان، ولا يلزم من نفيه عنهم أن ينتفي بالكلية. نعم، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تجد أي يا رسول الله الحمد لله عليكم الله وصلح بالكم. لا تجد أي يا رسول الله ويا نبي الله محمد، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، من هو مؤمن كامل الإيمان يحب الكافرين، فهذا لا يجتمع محبة الكافرين مع الإيمان الكامل، فهذا قد ترك واجبا، وهي يعني بغض الكافرين وعداوة الكافرين، بغض الكافرين وعداوة الكافرين. وموالاة الكافرين على مراتب، قد يكون ترك يعني فعل محرم، قد تكون كبيرة، وقد تصل إلى الكفر إذا أحبهم لأجل إيمانهم، يعني لأجل ما هم عليه من يعني الكفر، ما هم عليه من الكفر، فهذا يعني كفر والعياذ بالله، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال: ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم، ولو كانوا أي هؤلاء الذين هم كفار، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال: أي لا يوادون، قال الشارح: أي لا يوادون من حاد الله ورسوله، ولو كانوا الأقربين، ولو كان ابنه أو يعني أباه أو أخاه كما سيأتي. قال: كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء أصدقاء وأصحابا من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وقال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله، وختمها بقوله: والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال: فسماهم فاسقين بذلك، أي بموالاتهم للكافرين. قال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. نقرأ الآية جميعا ثم نقرأ يعني الشرح. قال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال: أي أولئك الذين لم يوادوهم ولم يحبوهم ولم يوالوا الكفار، أثبت الله في قلوبهم الإيمان. كتب أي أثبت في قلوبهم الإيمان
وأرساه بمعنى أثبته. قال فهي موقنة مخلصة، وكتب لهم السعادة، وزين الإيمان في بصائرهم. وزين أي الله عز وجل الإيمان في بصائرهم، أي قواهم بنصر منه. قال أي وأيدهم، أي قواهم بنصر منه، وأيدهم بروح منه، أي أيدهم أي قواهم بنصر منه. ونور قلوبهم بالإيمان وبالقرآن وحججه، أي حجج القرآن. وسمى نصره إياهم روحا لأن به حي أمرهم، أي أن به صار أمرهم في حياة، صار أمرهم في حياة. وهذا هو الإيمان، إذا خالط القلوب فإنها تحيا القلوب. ومن أصول الإيمان موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، ومعاداة الكافرين. قال الجنة، قال ويدخلهم جنات، أي الجنة اسم لدار جمعت أنواع النعيم التي أعلاها النظر إلى وجه الله الكريم، وما عطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله. قال ويدخلهم أي يسكنهم جنات في دار كرامته التي أعدت للمتقين، وسميت باسم البساتين لأنها أشجار. البساتين يطلق على من كان فيها أشجار، على الأرض التي فيها أشجار. قال لأنها أشجار مثمرة وأنهار جارية وقصور عالية تجري من تحت أشجارها ومساكنها المياه في الأنهار. وفي الحديث أنهار الجنة في غير أخدود، أي النهر معروف، هذا النهر يمشي في مرتفع، يمشي وسط، هنا مرتفع وهنا مرتفع. لكن أنهار الجنة لا، ما في هنا مرتفع وهنا مرتفع، يمشي بغير أخدود على الأرض بقدرة الله، بقدرة الله عز وجل، ولا يعجزه شيء. فأنهار الجنة في غير أخدود مشت. ما معنى الأخدود؟ أي المكان المرتفع من الجانبين، تمشي وسطه، مثل هذا الذي هنا بجنبنا النهر يمشي هنا مرتفع هنا مرتفع، يمشي وسط. لكن أنهار الجنة ما في هنا مرتفع هنا، يمشي على الأرض بغير أخدود، لا يمشي هنا وهنا، لا يمشي مثل ما يمشي تمشي أنهار الجنة في أخدود، هذا يمشي مثل ما تمشي أنهار الجنة لكن في أنهار الدنيا لكن في غير أخدود، في غير أخدود. وهذا من قدرة الله عز وجل، وهذا من تمام النعيم أن ينظر أهل الجنة إلى الأنهار، ظاهرها وباطنها يرونها كاملة تمشي أمامهم في غير أخدود، هذا من تمام النعيم. قال خالدين أي دائمين فيها لا يبغون عنها حولا. قال وهذا أعلى رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال هذا أعلى مراتب النعيم، وفيه سر بديع. ما هو السر؟ قال وهو أنهم لما أسخطوا القرائب والعشائر في الله عوضهم الله بالرضا عنهم، أي لما أسخطوا القرائب الذين هم كفار والعشائر لأجل الله، لم يحبوا أقاربهم لأنهم كفار، بل عادوهم وأبغضوهم لأجل الله. لماذا؟ لأن الله أمر المؤمنين ألا يتخذوا الكافرين أولياء، وأمرهم بأن يتخذوهم أعداء. فلأجل الله أبغض الأب ابنه لأنه كافر، ولأجل الله أبغض الابن أباه لأنه كافر، ولأجل الله أبغض الأخ أخاه لأنه كافر ولم يحبه ولم يواليه. فلذلك عوضهم الله عز وجل بأن رضي عنهم ولم يسخط عليهم. قال وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم، أي أرضى المؤمنين عن الله عز وجل بماذا؟ بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم. قال لما ذكر هذه النعم، أن الله عز وجل قال أولئك حزب الله، قال لما ذكر هذه النعم أتبعه بما يوجب ترك الموالاة لأعداء الله، فقال أولئك الموالون أولياء الله المصارمون أعداء الله، أي المقاطعون والمبغضون لأعداء الله، هم حزب الله وأنصاره في أرضه وعباده المقربون وأهل كرامته.
قال الفائزون ألا إن حزب الله هم المفلحون، أي الفائزون في الدنيا والآخرة الناجون يوم القيامة. وفي الحديث اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي يدا ولا نعمة، فإني وجدت فيما أوحيته إلي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. أي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ألا يجعل الله عز وجل لكافر عليه نعمة، لأنه قد يرق له وقد يوده بسبب هذه النعمة، أعطاه مالا، أعطاه شيئا، يعني ساعده، كافر يساعده، هذا قد يكون سبب لأن تحب ذلك الكافر الذي ساعدك، تحب ذلك الكافر الذي ساعدك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم لا تجعل لفاجر ولا فاسق عندي يدا، أي نعمة. قال وظهر بهذا أنه يجب على كل مسلم مقاطعة المشركين ومنابذتهم. نعم، واجب أن يقاطع المشركون وأن ينابذوا وأن لا يحبوا وأن لا يوالوا، بل يبغضون مهما فعلوا من الأعمال التي يتظاهرون بها. ربما في هذا العصر كثير من هؤلاء من اليهود والنصارى وغيرهم يتظاهرون بأعمال الخير، فذاك يتظاهر بأنه يدعم فلانا، وذاك يظهر بأنه يدعم المساكين، وذاك يتظاهر بأنه يدعم المرضى، وذاك أيضا يظهر أنه جاء بشيء ينفع الناس به، ولو فعل ما فعل ذلك الكافر، ولو فعل ما فعل، ولو اخترع ما اخترع، فهو كافر نبغضه لأجل الله. أما عمله في هذه الحياة الدنيا الذي قدمه من أعمال خير، فإنه جازى بها في هذه الدنيا. عمل حسنة الكافر يجازى بها في هذه الدنيا، يعطى بحسنات ما عمل في هذه الدنيا، ثم يأتي يوم القيامة وليس عنده حسنة، وهو من أهل النار والعياذ بالله. قال المؤلف اعلم أرشدك الله لطاعته. يقول الشارح هداك ووفقك، اعلم أرشدك الله لطاعته، أي هداك ووفقك لما ينفعك في دنياك وآخرتك، والرشد الاستقامة على طريق الحق ضد الغي. اعلم أرشدك أي أقامك الله، دعاء لك بالهداية والتوفيق لما ينفعك لطاعة الله. أرشدك أي وفقك، والرشد هو الاستقامة على الحق ضد الغي وهو اتباع الباطل، الغي اتباع الباطل. قال أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. قال أي الحنيفية طريقة وشريعة الخليل إبراهيم وجميع الأنبياء عليهم السلام. نعم، الحنيفية هي أن تميل عن الشرك إلى التوحيد كما سيذكر الشارح رحمه الله. قال هي ما قررها به المصنف. ما هي الحنيفية؟ أن تعبد الله مخلصا له الدين. قال فهذه حقيقة ملة إبراهيم، عبادة الله بالإخلاص، والإخلاص حب الله وإرادة وجهه بجميع الأعمال، حب الله وإرادة وجهه، وهذه هي ملة إبراهيم، وهذه هي الحنيفية. قال وعبادة الله بالإخلاص وترك عبادة ما سواه هي المذكورة في قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وفي قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. حنيفا أي عبادة الله بالإخلاص وترك عبادة ما سوى الله. قال والحنيف مشتق من الحنف وهو الميل، فالحنيف المائل عن الشرك، الحنف قال عن الشرك قصدا إلى التوحيد، والحنيف المستقيم المستمسك بالإسلام المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه، وكل من كان على دين إبراهيم عليه السلام فهو حنيفا. كل من اتبع ملة إبراهيم فهو حنيفا. وملة إبراهيم هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وتترك عبادة ما سواه. إنني براء مما تشركون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال قد كان لكم في إبراهيم والذين معه
إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فملة إبراهيم هي الحنيفية، والحنيفية هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وتترك عبادة ما سواه. قال وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، أي وبالإخلاص في جميع ما تعبدنا الله به الذي هو ملة إبراهيم أمر الله بها جميع الناس وخلق لها جميع الثقلين الجن والإنس لأنهم هم المأمورون، وأما غير الجن والإنس فليسوا بمأمورين وليسوا بمكلفين من الحيوانات البهائم، هذه ليست بمكلفة، إنما المكلف هم الجن والإنس فقط. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية تدل على ذلك أن المكلفين من الخلق هم الجن والإنس. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال أي الشارح قال أي ما أوجد سبحانه وتعالى الثقلين إلا لحكمة عظيمة، وهذه الحكمة العظيمة هي عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه، وأفادت أن الخلق لم يخلقوا عبثا ولم يتركوا سدى بل خلقوا لغاية وهي عبادة الله. قال ومعنى يعبدون يوحدون. قال الشارح قال ابن عباس كل موضع في القرآن اعبدوا الله فمعناه وحدوا الله، وجاء أيضا عبادة الله توحيد الله، جاء أيضا عن ابن عباس عبادة الله توحيد الله. قال والعبادة في اللغة التذلل والخضوع من قولهم طريق معبد أي مذلل قد وطئته الأقدام، وسميت وظائف الشرع أي الصلاة والزكاة وغيرها. قال وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يفعلونها لله خاضعين دليلين، خاضعين يفعلونها وهم خاضعين دليلين يتعبدون الله عز وجل بها، سميت عبادات. قال ويأتي تعريفها في الشرع سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو أعظم فريضة. قال الشارع وهو أعظم فريضة فرضها الله على العباد علما وعملا، أي علما تعلما، أعظم ما هو أعظم واجب على العباد أن يتعلموه التوحيد، وأعظم واجب على العباد أن يعملوا به هو التوحيد. قال ولأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وبه تكفر الذنوب وتستوجب الجنة وينجى من النار. نعم، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة نجى من النار. قال وهو إفراد الله بالعبادة. قال فهو في الأصل أي التوحيد من وحده توحيدا جعله واحدا أي فردا، ووحده قال إنه واحد أحد، وقال لا إله إلا الله. والواحد الأحد وصف اسم الباري لاختصاصه بالأحدية، أي لاختصاص الله عز وجل بالأحدية بأنه الواحد الأحد الذي لا شريك له. قال المؤلف أعظم ما نهى عنه الشرك. قال وأقسام. قال الشارح وأقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وهو العلم بأن الله رب كل شيء وخالقه، أن الله هو الخالق الرازق المدبر، هذا هو توحيد الربوبية. قال والثاني توحيد الأسماء والصفات وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه، وصف الله بكتابه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. قال والثالث توحيد الإلهية وهو إخلاص العبادة لله وحده بجميع أفراد العبادة. وهذا التوحيد النوع الثالث هو الذي يعني حصل الخلاف بين الرسل وأقوامهم في هذا التوحيد، توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فكان أكثر المشركين يقرون بتوحيد الربوبية، ولم ينكروا إلا نفر يسير مع استيقانهم به في قلوبهم. قال المؤلف وأعظم ما نهى عنه الشرك. قال الشارح الشرك النصيب واسم من أشرك بالله إذا كفر به، واسم أي الشرك والمشرك اسم من أشرك بالله إذا كفر به،
وهو أعظم ذنب عصي الله به. وأي ذنب أعظم من أن يجعل مع الله شريك في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه أو صفاته. وكما أن الشرك أظلم الظلم وأبطل الباطل كما تقدم، فهو هضم أي نقص للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين، وهو أقبح المعاصي لأنه تسوية للمخلوق الناقص بالخالق الكامل من جميع الوجوه. المخلوق الناقص من جميع الوجوه بالخالق الكامل من جميع الوجوه، فكيف يسوى بمن سبقه عدم؟ كيف يسوى من سبقه عدم ويلحقه زوال ويعتريه النقص في حال حياته بمن لم يسبقه عدم ولم يلحقه زوال وهو كامل حي قيوم، وهو كامل حي قيوم. قال والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال وهو دعوة غيره معه. قال المؤلف وهو دعوة غيره معه الشرك. قال الشارح أي طلب غير الله مع الله وسؤال غيره معه من ملك أو نبي أو ولي أو شجرة أو حجر أو قبر أو جني، والاستعانة به والتوجه إليه وغير ذلك من أنواع العبادة التي سيأتي ذكر بعضها التي ذكرها المؤلف. فمن صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك. قال والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الشارح يأمر سبحانه عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه، فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق الله على العباد، المستحق أي حق الله على العباد، ما هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في حديث معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال ولا يشركوا به شيئا وشيئا نكرة، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا نكرة في سياق النهي ولا نهي، فعم الشرك قليله وكثيره، وقرن سبحانه الأمر بالعبادة التي فرضها على عباده بالنهي عن الشرك. واعبدوا الله قرن ولا تشركوا به، قرن العبادة بالنهي عن الشرك الذي حرمه، فدلت على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة، لأنه قرن العبادة بالنهي عن الشرك. إذن فلا تصح العبادة إلا إذا كانت خالية من الشرك، أما إذا كان فيها شرك فهي باطلة. قال وتسمى هذه الآية أي اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، سورة النساء. قال تسمى هذه الآية آية الحقوق العشرة لأنها اشتملت على حقوق عشرة، أحدها الأمر بالتوحيد وهو أول شيء أمر الله بعزه، واعبدوا الله أي وحدوا الله، كما جاء عن ابن عباس أي آية في القرآن واعبدوا الله أي وحدوا الله. قال على حقوق عشرة أحدها الأمر بالتوحيد، ثم عطف عليه التسعة الباقية، وابتداؤه تعالى بالأمر بالتوحيد أي ابتدأ الآية بالأمر بالتوحيد واعبدوا الله، والنهي عن الشرك أدل دليل، أعظم دليل وأبين دليل على أنه هو أهمها أي التوحيد، فإنه لا يبدأ أي الله عز وجل إلا بالأهم فالأهم، فدلت على أن التوحيد أوجب الواجبات، وأن ضده وهو الشرك أعظم المحرمات. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.